السيدات والسادة الحضور الكريم، عندما يتحدثون عن الأدب وعلاقته بالطب يذكرون دوما نموذج الدكتور إبراهيم ناجي ورائعته الأطلال، ولكننا عندنا في مدينة القناة وفي بورسعيد وفي وقتنا الحاضر نموذج فريد أيضا للطبيب الأديب الذي نفخر ونعتز به أديبا كبيرا. الكلمة الآن للدكتور سامح درويش رئيس المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم باسم مؤتمرنا هذا على أرض مدينتنا الاستثناء كما سماها أديب بورسعيد الكبير قاسم مسعد خليل. هي استثناء في كل شيء لما فيها من اجتماع العراقة والحداثة، عراقة بيروز وتونس والخرمة، وحداثة قناة السويس التي بذل الشعب المصري من أجلها الدم مرتين، مرة أثناء حفلها ومرة هنا في بورسعيد عام 1956 من أجل الدفاع عن حق مصر الدائم فيه. وإذا كانت مصر بموقعها الجغرافي المتميز والمتفرد والعقلي هي ناصية العالم، فإن بورسعيد بموقعها الجغرافي أيضا هي ناصية مصر، أي هي ناصية ناصية، موقع فريد وهبه الله إياه. فكانت في فترة عمرها الحديث البالغ قرنا ونصفا من الزمان تقريبا مسرحا لأحداث وتغيرات لم تمر بدون. ولا شك بأن هذه الجغرافيا وهذا التاريخ قد انعكس على أهلها الذين انفتحوا على العالم شرقه وغربه، فنكتت لهم ثقافة كوزموبوليتانية متميزة. ونحن اليوم في مؤتمر أدبي ثقافي على أرض بورسعيد نؤكد على أهمية الثقافة إلى جانب العلم والتعليم في بناء الإنسان. الإنسان أعظم ثروة يمكن أن يمتلكها وطن. لو أحسن توظيفها وتوجيهها والاستفادة منها فالأوطان العظمى تبنى بالإنسان أولا، وكما ذكرت فإن أهم عاملين في بناء الإنسان هو العلم والثقافة. فنحن في عالم تتصارع فيه الحضارات والثقافات والهويات، وتتسارع الدول الكبرى على سرقة العقول من الدول النامية التي هي أولى بعقولها لتبني أوطانها. إن العالم اليوم أصبح مفتوحا واختصر إلى حجم كف اليد، وأثبت التاريخ أن الحضارات إذا تفاعلت تنمو، وإذا انغلقت على نفسها تضمر. فلننفتح على العالم المتمسكين بهويتنا وقيمنا وتميز شخصيتنا، نتفاعل
لكن لا نموت، نتواصل ولكن لا نضيع. إن لنا من التاريخ والأصل والحضارة والقيم ما يكفينا لو أدركنا وتعلمنا وتثقفنا. وبهذه المناسبة يهمني أن أثير بعض التساؤلات حول قضايا ثقافية وتراثية تهم المواطنين جميعا هنا في بورسعيد، إذ أن تساؤلاتهم لم تحظى بإجابات واضحة وشافية. أولها متحف بورسعيد القومي الذي تم هدمه إليه وتقرر مصير أرضه إليه، والشعب صاحب المتحف وصاحب التاريخ وصاحب الأرض معزول عن الحقيقة والمعلومات. وما جرى للمتحف القومي يجري على المبنى التاريخي لهيئة قناة السويس ببورسعيد، هذا المبنى الرمز الذي رفع الزعيم جمال عبد الناصر علم مصر عليه بعد جلاء المحتل البريطاني، ومنه افتتح الرئيس أنور السادات قناة السويس بعد انتصار أكتوبر المجيد. هذا المبنى تاريخ له، وهو ليس ملكا لأحد ولا لمؤسسة أو هيئة، ولكنه ملك للشعب. نريد إجابة واضحة صريحة عن مصيره. ثم أتمنى إن كان لي أن أتمنى تجديد وترميم فنار بورسعيد وعمل متحف عن تاريخ الميناء به، وتجديد وترميم البيت الثقافي الإيطالي كازا إيطاليا بالتعاون مع الحكومة الإيطالية ممثلة في سفارتها. أتمنى أن يثمر هذا المؤتمر ويضيف للحركة الثقافية في بورسعيد ومنطقة القناة ومصر كلها. أكرر الترحيب بكم وأشكر لكم حضوركم الكريم، وأتمنى لنا جميعا ولوطننا الغالي مصر العظيمة كل تقدم ورقي وازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله.